السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه صلاتي. التطبيق ده مساحته 3 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده خاص بالاذان. لو انت من الناس اللي هم المسلمين، الناس اللي بيهتموا بالصلاة بيهتموا بالاذان، تبقى عايز تعرف مواقيت الصلاة، عايز تعرف الأذكار، عايز تعرف الأذان بين الأذان والأذان أو الأذان القادم هيكون الساعة كام، لو أنت مثلا بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء. فبتقدر من خلال التطبيق ده إن أنت تعرف مواقيت الصلاة، تقدر تحدد القبلة في أي مكان تكون غريب فيه. بتقدر من خلال التطبيق ده تفتح التطبيق في أي مكان بيحدد لك القبلة. كمان بيقدر التطبيق ده يعرفك التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، بيغير لك مواقيت الصلاة على حسب التوقيت ده. لو انت في دولة زي دولة مصر اللي هي بتغير التوقيت في الصيف وفي الشتاء، فهو التطبيق بيشتغل اوتوماتيك من غير ما انت بتحتاج ان انت تغير له. كمان بتقدر ان انت من خلال التطبيق ده ان انت تعرف التاريخ، سواء التاريخ الهجري او التاريخ الميلادي، بتقدر تظبطه زي ما انت عايز. تقدر تغير شكل التطبيق نفسه او لون التطبيق نفسه من الابيض للون الاسود. كل دي يعتبر مميزات في التطبيق. كمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تبقى تعرف تظبط لو انت مثلا الناس اللي بتصوم اثنين وخميس، بي بيعرفك يعني صباح بكره الاثنين او صباح بكره الخميس كتذكره يعني. 13 و14 و15 من كل شهر برضه بيفكرك بيهم. التطبيق ده كمان بيقفل صوت او بيحول التليفون لصامت بعد كل اذان، عشان لو انت مثلا في مسجد ولا حاجه وبتصلي فيبقى قافل لك الصوت لمده مثلا ربع ساعه، وبعد كده بيرجع يشغل الصوت تاني، بحيث ان انت يعني لو انت في جامع والتليفون رن عليك ما تبقى مركز يعني في الصلاه بتاعتك. كل دي يعتبر مميزات في التطبيق تقدر تستفيد بيها من خلال تحميلك للتطبيق. مشكلة التطبيق ان في بعض الناس اشتكوا ان التطبيق بيحتاج اذونات كتيرة، خاصة بعد التحديثات بتاعته الاخيرة. دي مش يعني دي مخليه بعض الناس غضبانة. دي اول حاجة. تاني حاجة، ناس كتيرة برضو بتشتكي ان انه ما بقاش دقيق في الاذان، يعني بيتأخر مثلا دقيقتين تلاتة عن الاذان الطبيعي او عن الاذان لما بيأذن. دي برضو مشكلة تانية موجودة في التطبيق، بعض الناس بتشتكوا منها. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.